البطل تشول اللي بيوزع المية الصبح وبالليل بيساعد جده في شغل الجراج، وبيبقى قاعد مكان وردية جده وبيتفرج على حلقة ملاكمة، وبتجيله البطلة كيوك جونج وبتقعد تكلمه وبتديله حلويات على أساس إن هو جده، وبنفهم إنها كفيفة. فتشول بيقول لها إن جدي مش هنا وإن أنا حفيده، فطبعا هي بتتحرك جدا وبتقوله خلي بالك من الزرع وبتسيبه وبتمشي. بس لما الدنيا بتمطر بينادي عليها تشول وبيقول لها عازي معايا لحد اما المطر يهدى. وتاني يوم جونج بتبقى في شركتها اللي بتشتغل فيها خدمة عملاء، وبنلاقي المدير قاطع ايده بيتحرش بيها والغلبانة بتسكت، وبنلاقي تشول رايح يتوسط عند صاحبه في فريق الملاكمة عشان يرجع تاني، ولأنه كان مهمل ومش بيلتزم بالمواعيد بتاعة الماتشات المدير بيرفض وبيرجع تاني على الجراج. وجونج بتجيله وبتقعد معاه وبتقوله في ريحة كده مش لطيفة، وطبعا دي بتبقى ريحته، وهو بيحب يتوه الموضوع وبيقعد يشرح لها الفيلم اللي بيتفرجوا عليه.